يا اهلا بكل محبين قصة فيلم. جاهزين نبدأ فيلم النهاردة؟ صلوا على النبي الاول وما تنسوش تشتركوا في القناة ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع 2 اخوات وهم ساتيا وانكور، وبنعرف ان هم متعلقين ببعض جدا، وساتيا بتراعي انكور وبتحميه من بعد وفاة مامتها وعايشين مع باباهم من ساعتها. وفي يوم هم راجعين من المدرسة بيتفاجئوا بباباهم واقف على سور البلكونة وبينتحر، وبتحاول ساتيا انها تخبي عين انكور علشان ما يشوفش المنظر ده. وبعد سنين بيكبر ساتيا وانكور، وبنعرف ان مهاتاني عمهم اتبناهم وعايشهم معاه في القصر لانه غني جدا ورجل اعمال مشهور في الهند. ولكن ساتيا بتكون شغاله عنده مديره المنزل، يعني بتهتم بكل شيء في القصر وبتنظمه وبتراجع اعمال الخدم وبتشرف عليهم، وبيبان عليها انها بنت هاديه وحازمه في نفس الوقت. وبنشوفها وهي بتتخانق مع واحد من العيله اسمه ناكول وبتضربه علشان عرفت انه على علاقه بالخادمه كافيتا، والمصيبه انها حامل منه. وبيكون فرحه النهارده هو كل مستنيه، ولو هرب هو وكافيتا اهل عروسته مش هيسكتوا وباباه مش هيسكت وهيجيبهم، والموضوع ممكن يوصل للقتل. فبيقول لها ناكول انه بيحب كافيتا ومش هيقدر يبعد عنها. وبعدها بتروح ساتيا لكافيتا وبتقعد معاها عشان تطلب منها انها تسافر لندن، لان ناكول فرحه النهارده واهل عروسته ممكن يأذوهم. وبتكون كافيتا بتعيط ومنهاره، ولكن بتستسلم في نهايه الامر وبتوافق انها تمشي من القصر وتسافر. وبترجع ساتيا لعمها وبيكون في الوقت ده قاعد مع نسايبه واللي بيكونوا منهارين، وده بسبب اللي سمعوه عن ناكول والخدامه. ولكن مهاتاني بيطمنهم انه حل الموضوع خلاص والفرح هيتم. وبعدها بيشكر ساتيا عشان حلت الموضوع واتكلمت مع كافيتا، لانه كان ممكن يخسر الشغل اللي بينه وبين نسايبه لو الفرح ما كانش تم النهارده. وبيوعدها انها هتكفل بكل مصاريف كافيتا لحد ما تولد. وبيلاحظ وقتها ان انكور مختفي، فبيسال ساتيا عنه وبيعرفها انه لازم يكون موجود وقت الفرح، وبيطلب من ساتيا كمان انها تغير لبس الشغل وتلبس فستان عشان الفرح. وبعدها بيبدا الفرح وبتلاحظ ساتيا ان انكور ما جاش، فبتروح للاوضه بتاعته وبيكون قاعد على جهاز الكمبيوتر، وبيكون معاها اكل علشانه وبتاكله غصب عنه عشان مش عاوز ياكل. وساعتها بيفتح انكور ساتيا في موضوع سفره مع كبير ابن عمه، لكن بيبان على ساتيا انها مش موافقه، فبيتعصب عليها عشان مش عايزاه يسافر مع كبير ولا يتكلم معاه، وخصوصا انه عز صديق ليه. وبعدها بتحاول ساتيا انها تراضي انكور وبتلعب معاه كره سله. وفي نفس الوقت ده بتشوف كافيتا وهي ماشيه من القصر، وبتيجي واحده من الخدم تتكلم مع ساتيا وبتقول لها ان باقي الخدم بيقولوا انها السبب في طرد كافيتا من القصر عشان غيرانه منها لانها اشطر منها. وبيبان على ساتيا انها مش مهتمه بكلام حد عنها، وبتطمنها ان كافيتا هتكون بخير، ولكن اللي عليها وشاغل بالها هو كبير لانها مش عايزاه يكون ليه تاثير على اخوها. وتاني يوم بيوصل كبير للقصر وبيروح غرفه انكور عشان يصحيه، وبيديله الهدايا اللي جابها له وهو مسافر، فبيفرح جدا وبيقوم يحضنه، وبيقول له كبير انه اتكلم مع باباه عشان يسافر معاه المره دي ويمسكوا الشغل سوا، وده بيخلي انكور متحمس جدا. وبعدها بيكون الكل متجمع في الصاله، وبتفضل ساتيا واقفه وبتسمع الكلام اللي بيدور من غير ما تتكلم، وبتعرف ان اخوها قرر خلاص انه يسافر مع كبير لمدينه اسيويه اسمها هانشيداو، وبتقدرش تعترض او ترفض لان عمها وافق على سفرهم عشان يديروا الشغل هناك وحجز لهم كل شيء. وبتشوف انكور فرحان جدا هو وكبير، وفي نفس اللحظه دي بيطلب منها عمها انها تتابع جوازات السفر بنفسها. وبعدها بنشوف ساتيا وهي بتودع انكور بحزن وقلق، وبتفضل تديله نصايح عشان يخلي باله من نفسه، وبتطلب منه انه يركز في شغله وبس وما يروحش اي مكان ما يعرفوه. فبيسخر منها وبيسالها اذا كان مسموح له انه يتنفس ويعيش. فبيجي كبير ويتكلم مع ساتيا وبيطمنها ان انكور هيكون بخير معاه ويهتم بيه ويرعاه زيها. وساعتها بيحس انكور انه كان سخيف مع اخته، فبيقرب منها وبيحضنها قبل ما يركب العربيه ويمشي. ولما بيوصل كبير وانكور بيتصل انكور بساتيا عشان يطمنها عليه، وبنشوفه هو وكبير وهما بيتفسحوا سوا، وكل يوم بيصحي كبير عشان شغلهم وبيفرحوا عشان كل شيء ماشي تمام معاهم، لحد ما بيكونوا في يوم سكرانين وبيمشوا بالعربيه بسرعه كبيره. وفي نفس اللحظه دي بتوقفهم عربيه شرطه وبينزلوهم من العربيه، ولما بيفتشوهم بيلاقوا مع كبير كيس صغير فيه كوكايين، فبيتصدم انكور ساعتها. وطبعا الشرطه بيقبضوا عليهم وبياخدوهم الاسم لان في هانشيداو ما بيرحموش تجار المخدرات ولا اللي بيتعاطوها. واسم الشرطه بيحط انكور في غرفه وكبير في غرفه تانية، وبيبان على كبير القلق الشديد والتوتر. وبيتصل بعدها المحامي جاس وونت بمهاتاني عشان يعرفوا اللي حصل، وبيقول ان وضع كبير وانكور القانوني صعب جدا، وبيطلب منه مهاتاني انه يبذل كل جهده عشان يحل الموضوع. وبيجي بعدها اتصال لساتيا من اسم الشرطه وبتسال انكور اذا كان بيتعاطى المخدرات، فبيعرفها ان ده ما حصلش. وفي الوقت ده بتيجي ام كبير وبتاخد التليفون من ساتيا وبتعاتب انكور عشان ما اهتمش بكبير زي ما طلبت منه، وده بيضايق ساتيا جدا، ولكنها بتفضل ساكته ومش بتتكلم كالعاده. فبياخد مهاتاني التليفون من مراته وبيطلب من انكور انه يكون هادي هو وكبير وما يتكلموش مع حد، والمحامي جاس وونت هيجي لهم ويخرجهم ويطلعهم من الحبس. وبعدها بنشوف جاس وونت وهو قاعد مع كبير، وبيعرفوا انه لو عاوز يرجع لبيته ويخرج من الحجز لازم ينفذ اللي هيقوله بالحرف الواحد علشان ما يتسجنش بتهمه حيازه وتعاطي المخدرات. وبيقولوا انه هيقول ان المخدرات دي بتاعت انكور وحطها في جيبه لما شاف الشرطه عشان كان خايف ومتوتر. فبيتصدم كبير من طلبه، وبيعرفوا ان اللي حصل ده كان بسببه هو ومش بسبب انكور، وانكور مالوش ذنب وما يعرفش حاجه عن المخدرات اللي كانت معاه. فبيقول له جاس وونت انه لو ما عملش كده هو اللي هيتسجن لوحده، ولو اتسجن في البلد هنا هيشوف الموت بعينه. وبعدها بنشوف كبير وهو بيخرج من الحجز، وده معناه انه وافق على كلام جاس وونت. وبيروح جاس وونت يقعد مع انكور، وبيعرفوا ان المحامي بتاعه هو وكبير، وبيفكروا بمشاكل كبير في الهند بسبب قضايا كتير كلها متعلقه بالمخدرات، ولو اترحل من هنا بتهمه جديده ممكن ياخد اعدام، وعشان كده لازم يشيل القضيه دي لوحده ويعترف ويقول ان المخدرات بتاعته.
فبيتصدم انكور في اللحظه دي وبيقول لجاس وونت ان كده حياته هتنتهي ويدخل السجن في حاجه هو ما عملهاش. فبيرد عليه جاس وونت وبيساله اذا كان قلقان على حياته وسيرته المهنيه وهو من عيله مهتاني والموضوع كله هيخلص في 3 شهور سجن. ولكن ساعتها انكور بيطلب من جاس وونت ان هو يخليه يقابل كبير عشان عاوز يتكلم معاه. فبيعرفوا جاس وونت ان ده غير مسموح وكبير دلوقتي معتمد عليه عشان هو اخوه. وبعدها بنشوف انكور وهو قاعد مع المحققين وبيحققوا معاه وبيسالوه عن المخدرات، وساعتها بيعترف ان هو المسؤول عن المخدرات اللي لقوها مع كبير وانها بتاعته. وبعدها بيجي يوم محاكمه انكور وبنشوفه هو في المحكمه وبيتحكم عليه بالاعدام بالصعق الكهربائي، وتنفيذ الحكم هيكون بعد 3 شهور. فبينصدم انكور وبينهار عشان ده ما كانش اتفاقه مع جاس وونت، لانه فاهم انه هيتسجن 3 شهور بس وبعدها هيرجع للهند. ولما يوصل الخبر لساتيا بتقرر تجهز شنطتها عشان تروح تسافر لاخوها انكور، وقتها الخادمه بتديها مبلغ مالي من مهتاني. فبتتضايق ساتيا وبتتعصب وبتعرف انها مش بتشحت لان الفلوس دي مستحيل تكفي مصاريفها في بلد تانية، وبتطلب منها انها تبلغه انها محتاجه مبلغ مالي كبير وحجز طيران واقامه. وفي المطار اول ما بينزل كبير من الطياره بيحضن ساتيا وبيطلب منها انها تسامحه عشان ما كانش عاوز ده يحصل. وبيتكلم جاس وونت مع ساتيا وبيعرفها انه عمل كل شيء عشان يساعد انكور. فبتتجاهله ساتيا وبيبان عليها انها مش مصدقاه، وبعدها بتطلع للطياره عشان تسافر لانكور. وفي الطياره بنعرف انها راكبه الطياره الخاصه المهتاني، ولما بتنام بتحلم يوم انتحار باباها وبتشوف انكور وهو قاعد على كرسي الاعدام. فبتصحى ساعتها من النوم مرعوبه وبتلاقي المضيفه جنبها وبتسالها لو محتاجه حاجه. فبتطلب منها ساتيا انها تجيب لها كل الاكل اللي موجود على الطياره. وبعدها بنشوف ساتيا وهي بتاكل كميات كبيره من الاكل بشراهه لدرجه ان المضيفه بتخاف منها، وبتفضل ساتيا ترجع طول الرحله لحد ما الطياره ما بتنزل. اما انكور فبنشوفه هو داخل السجن، وبنعرف ان في السجن بيلبسوا المساجين تيشيرتات ملونه وكل لون بيبقى مخصص لجريمه معينه. وهو بيستلم انكور بعدها اللبس اللي هيلبسه، لكنه بيتخانق مع الضابط اللي بيكشف عليه عشان عاوزه يغير القفازات اللي لابسها، وده طبعا بيعصب الضابط جدا. فبيجي ضابط تاني وبيكشف على انكور، وقتها انكور بيتفاجئ ان الضابط ده هندي زيه وهو المسؤول عن السجن، وبيحاول يكلمه ويقول له انه اتورط توريطه وحشه ومسجون ظلم ويتيم ومالوش حد، ويتقال له انه هيقعد 3 شهور بس في السجن. وفي النهايه اكتشف انه هيتم اعدامه بعد 3 شهور بالصعق الكهربائي. فبيتخانق معاه الضابط وبيزعق له عشان ممنوع يتكلم او يعترض على اي شيء، وبيستلم لبسه وبياخد كتاب مكتوب فيه القواعد اللي لازم يمشي عليها اثناء قعدته في السجن. وبعدها بتكون ساتيا ماشيه في شوارع المدينه اللي مسجون فيها اخوها وبتروح للسجن عشان تزوره، وساعتها بيدوها كارت تلبسه عشان تستنى دورها في الزياره. ولما بيجي دورها بتحاول تتمالك اعصابها عشان ما تكونش منهاره قدام انكور، واول ما بتشوفه بتلاقي شكله اتغير عشان حلقوا له شعره، وبينهار ساعتها وبيتكلم وبيعيط بحرقه وهو بيتكلم مع ساتيا. وبتتعصب في الوقت ده ساتيا وبتسكته وبتطلب منه انه يكون اقوى من كده وانها تفضل تحميه. وبعدها بنشوف ساتيا وهي نايمه على كرسي في الشارع، وتاني يوم بتحاول تلاقي محامي لانكور والكل بيرفض انه ياخد قضيته، لحد ما بتلاقي محامي هندي زيها وبيعرفها ان هم هنا بيبهدلوا المهاجرين المساجين وخصوصا المساجين المعتقلين بالمخدرات. وبتحاول ساتيا انها تجرب كل الطرق، ولكن للاسف كل المحاميين بيعرفوا ان الموضوع صعب وممكن يقدروا ياجلوا الحكم بالاعدام شهر زياده، والعفو الرئاسي ما بيحصلش غير في حالتين بس، اذا كان المحكوم عليه قاصر او غير مستقر عقليا. وفي السجن بنعرف ان كل المساجين اللي لابسين تيشيرتات ملونه موف هم اللي محكوم عليهم بالاعدام. وفي يوم بيكون انكور ماسك كرة سله في ايديه وبيفتكر الايام اللي كان بيلعب فيها مع اخته، وساعتها واحد من المساجين اسمه ريان بيتضايق منه عشان ماسك الكرة ومش بيلعب، ولما بيحاول يتكلم مع انكور بيتعصب منه عشان مش بيرد عليه وبيهجم عليه وبيضربه. وفي نفس الوقت ده بنشوف الضابط واللي مسؤول عن السجن وبيقرر ان هو يعاقبه بالجلد 10 جلدات. فبيعترض عليه انكور وبيقول للضابط ان ده مش العقاب اللي مكتوب في كتاب القواعد الخاصه بالسجن لانه قراه كويس زي ما طلب منه. فبيسيب الضابط ريان ومش بيعاقبه، وساعتها ريان بيشكر انكور عشان دافع عنه بالرغم من انه كان بيضايقه وبيضربه. وبعدها بنشوف ساتيا وهي بتدور على بيت رخيص وصغير عشان تقعد فيه، وقتها بتلاقي بيت ايجار رخيص عشان اللي كان عايش فيه انتحر. قرر تقعد فيه ومش بتخاف عشان متعوده انها تقعد في بيت صاحبه انتحر، وده بسبب انتحار باباها اللي شافته وهي صغيره. وتاني يوم بتروح ساتيا للسجن عشان ميعاد الزياره، والمره دي بتتكلم مع انكور من خلال شاشه وبتطمنه انها بتشوف له محامي شاطر. ولكن انكور بيكون يائس وعرف ان مفيش حد يقدر يساعده لانه عرف من المساجين ان كل اللي محكوم عليهم بالاعدام اتنفذ ومفيش حد يقدر انه يفلت منه. وبعدها بنشوف ساتيا وهي قلقانه وبتفكر في طريقه تساعد بها اخوها. وفي يوم وهي مستنيه قدام السجن ميعاد زيارتها بتتعرف على شخص اسمه بهاتيا، وبتعرف منه ان ابنه توني مسجون ومحكوم عليه بالاعدام ظلم زي اخوها. وبيقترح بهاتيا وقتها على ساتيا انها تحضر جلسه الاستشاره. وبعدها بنشوف ساتيا وهي قاعده في جلسه الاستشاره وقاعده مع اهالي بعض المساجين وبيكون من ضمنهم بهاتيا، وبيتكلم شخص معاهم عن الامل وانهم لازم يثابروا ويتحدوا الياس ويعانوا بدون شكوى او غضب. وبيبان على ساتيا انها زهقانه ومش مقتنعه اصلا بكل الكلام اللي بيتقال. فبيقول لها موتو واحد من الحاضرين انها تقدر تمشي لو متضايقه. فبتقرر ساتيا فعلا انها تمشي وتسيب المجموعه عشان مش حاسه باي تغيير ومش قادره تسمع محاضرات عن التنميه البشريه. وبتشكر بهاتيا على مساعدته ليها وبتعرفه انها مبسوطه جدا عشان اتعرفت عليه. وفي الاثناء دي بتدخل عليهم مجموعه من الشباب وبيكونوا حاجزين القاعه في لعب كره سله، وبيتريقوا على ساتيا عشان اخوها محجوز بتهمه حيازه وتعاطي مخدرات. وبيقول لها واحد منهم ان اخوها يستحق القتل وبيحاول انه يخوفها بالموس اللي في ايديه، ولكن ساتيا بتتحداه ومش بتخاف منه
وبتقدر انها تعوره بالموس اللي في ايده، وساعتها بيهدده بهاتيا بمسدس وبيخوفه هو وكل اللي معاه، وبيجي موتو بياخد المسدس من بهاتيا وبيكون عاوز يبلغ الشرطه، ولكن بهاتيا بيهديه وبيقول ان المسدس اللي معاه ده منظر بس عشان يخوف بيه المجرمين ويحمي نفسه. وبعدها بنشوف بهاتيا قاعد في مطعم مع ساتيا وبيحكي لها عن ابن توني اللي بيعاني من الصرع واتسجن لانه كان في المكان الخطا في التوقيت الخطا، وطبعا محدش صدقه وانه بريء. فبتقول له ساتيا ان ده نفس اللي حصل مع اخوها، وبتحكي له انها يتيمه ومامتها ماتت وهم صغيرين، واما باباها فقرر فجاه ان هو ينتحر، ومن بعدها عاشت هي واخوها مع عمها وهو السبب في اللي بيحصل لها هي واخوها. فبيسالها بهاتيا اذا كانت فعلا بتفكر تهرب اخوها من السجن وانه ممكن يساعدها، وده لانه راجل عصابات متقاعد وعاوز يخرج ابنه من السجن هو كمان. فبيرد عليه موتو اللي قاعد جنبهم وبيعرفوا انه ضابط متقاعد، وان السجن اللي مسكون فيه اخو ساتيا وابنه صعب جدا ان حد يدخله او يخترق. فبتطلب منه ساتيا ان هو يساعدها لانه اكيد عنده خريطه للسجن وعارف كل مداخله ومخارجه. فبيسيبهم موتو ساعتها وبيمشي. وبعدها بنعرف ان ساتيا بقت قاعده مع بهاتيا على طول، وبتقول له ان هم هيحتاجوا حد من جوه السجن عشان يساعدهم، وشاف ان موتو هو انسب شخص. فبيقول لها بهاتيا ان موتو اصلا هندي واتولد في البلد هنا، واخد الجنسيه ودخل الشرطه وخدم فيها، وفي مره تسبب في دخول شاب صغير للسجن اسمه تشاندان، واتضح في النهايه انه كان بريء وحاول يخرجه ويساعده لكنه اتحكم عليه بالاعدام، وده اللي خلاه يسيب الشرطه ويستقيل، ولحد دلوقتي بيحاول يساعده بكل الطرق قبل موعد اعدامه. فبتقرر ساتيا انها تروح لموتو وتحاول تقنعه انه يساعد اخوها، وبالطريقه دي هتساعد تشاندان هو كمان، وده لانه بريء وهيموت ظلم واكيد هيتألم وقتها من عذاب الضمير اللي هيحس بيه. ولكن موتو بيرفضه عشان شايف ان اكيد الاستئناف هيساعد تشاندان، وده بيخلي ساتيا تتعصب وبتعرفه انها عايزه تهرب انكور وتوني وتشاندان من السجن، وبتترجاه في اللحظه دي انه يساعدها لان كده في 3 ارواح بريئه هيموتوا ظلم. ولكن موتو بيصر على رفضه، وفجاه ساتيا بتفقد السيطره على نفسها وبتهجم على موتو عشان تضربه، لكنه بيمنعها وبيدخلوا في صراع مع بعض، وبيتفق معاها انها لو غلبته هيوافق انه يساعدها. وفي نفس الوقت ده بيوصل لموتو رساله من المحامي تشاندان بيقول له فيها ان مش هيقدر خلاص انه يساعده، وبتصدم موتو، وساعتها بتقدر ساتيا انها تمسك موتو وبتلف ايديها حوالين رقبته وبتخنقه، وساعتها موتو بيغمى عليه، وبتخاف ساتيا جدا وبتحاول تفوقه، وبتروح تشتري عصير من اقرب مكان وبتوقعه على موتو عشان تفوقه. ولما بيفوق بتقول انها مش هتقدر تتعامل بالقانون والحق مع ناس ظلموا اخوها، ووقتها موتو بيوافق ان هو يساعد ساتيا. وبعدها بكام يوم بنشوف بهاتيا وساتيا وهم مع موتو وبيشرح لهم خريطه السجن وكل المداخل والمخارج، وبيتفقوا سوا على الخطه اللي هينفذوها لاقتحام السجن، وبيديهم كل المعلومات عن الضباط اللي بيخدموا في السجن، وبيجهزوا بعدها كل حاجه هيحتاجوها لتنفيذ الخطه. ولما بتروح ساتيا تزور اخوها انكور في السجن بتطمنه انها هتخرجه من السجن قريب وكل شيء تحت السيطره، ولكن انكور بيطلب منها انها تهتم بنفسها وما تشغلش بالها بيه لان الموضوع خلاص بقى محسوم. وساعتها بتحس ساتيا ان انكور حزين ومحبط او مخبي عنها حاجه او في حد بيضايقه في السجن ومش عايز يقول لها، وبيفتكر انكور ساعتها اللي حصل له لما تعاقب عقاب شديد، وده علشان غير قواعد نشر الغسيل واستخدم طريقه مختلفه غير اللي قايلين عليها في السجن، والضابط اللي مسؤول عن السجن خلى ريان اللي دافع عنه قبل كده هو اللي يجلده بنفسه. وساعتها بيفوق انكور من تفكيره وبيكذب على ساتيا وبيقول لها انه بخير. وبعدها في السجن بيتفق ريان مع انكور ان هم هيهربوا من السجن وجهز الخطه اللي هيهربوا بيها، وبيطلب منه انه ما يقولش لاخته اي شيء عشان مش عاوز اي حد يعرف عن الموضوع ده، وبيقول له ان الحمام بتاع الجناح الطبي الكل فاكره مسكون وبيخاف يقرب له ويعتبر مهجور، وبقاله 2 بيحفر فيه هو و2 من المساجين ويعتبر حاليا جاهز للاستخدام، وشايف انه جه الوقت اللازم اللي لازم يهربوا فيه. وتاني يوم بيكون موتو قاعد مع ساتيا وبهاتيا وبيعرفوا ان النهارده يوم مهرجان الاشباح الجائعه ويعتبر يوم اجازه للبلد كلها. فبيقول لهم بهاتيا ان النهارده هيكون يوم مناسب للتخطيط، وبنعرف ان هم خططوا لتهريب رسائل جوه البطاطس والعيش اللي هيروح لمطبخ السجن. واثناء توزيع الاكل على المساجين بنكتشف ان في ضباط مرتشين اخدوا فلوس من موتو واللي معاه، وده مقابل ان هم يوصلوا الوجبات اللي فيها العيش والبطاطس لانكور وتوني وتشاندان. وبنعرف ان دي مش مجرد رسائل عاديه وانها عباره عن كبسولات تسمم عشان اول ما ياخدوها يتعبوا تعب شديد ويضطروا ان هم يدخلوهم للجناح الطبي. وبعدها بنشوف بهاتي هو رايح السجن عشان ده ميعاد زياره ابنه، لكنه بيكتشف ان الزياره اتلغت وبينهار وبيتعصب جدا عشان مش عايزين يزور ابنه في الجناح الطبي ويطمن عليه. ولما بيرجع لموتو وساتيا بيحكي لهم على اللي حصل وبيتوتروا كلهم لان كده خطه الهروب هتفشل ما دام مش هيقدروا يدخلوا الجناح الطبي. وبتحس ساتيا انها لو عورت نفسها ممكن يوافقوا ان هم يدخلوها وتشوف انكور، ولكن موتو بيعرفها ان ده مش هيفرق مع الضباط. وبالليل بنشوف انكور وزمايله وهم بيهربوا من النفق اللي موجود في الجناح الطبي، وفجاه في نفس اللحظه دي بيلاقي شرطيه شافتهم لكنها بتطلع حبيبه ريان وبتسيبه يهرب هو وزمايله وبتدنا عليهم. وبعدها بنشوفهم هم خارجين من بلاعه موجوده في الشارع من شوارع المدينه وبيكونوا مش مصدقين نفسهم ان هم اخيرا خرجوا من السجن. وتاني يوم بيوصل لساتيا وموتو وبهاتيا ورق من الشرطه مكتوب فيه ان انكور وزمايله هربوا واتقبض عليهم، وحصل مشاده عنيفه بينهم وبين افراد الشرطه، وطبعا ما بيكونش حقيقي لان اللي مات فعلا هو ريان بس. وبالليل بتكون ساتيا في قمه غضبها وبتسال موتو ازاي السجن بتوصله الكهرباء لانها متاكده ان محدش مات لانكور ولا زمايله، وبتفكر في خطه جديده وبتقول له هو وبهاتيا انها عايزه تقطع الكهرباء عن المدينه كلها وبكده السجن هيكون مفتوح وهيقدروا يهربوا انكور وزمايله. ولكن موتو ساعتها بيرفض الفكره دي لان السجن فيه 6000 سجين ومش علشان عايزين يهربوا 3 مساجين ابرياء يخرجوا باقي المجرمين معاهم،
وبتعرفوا انها هتنفذ الخطه دي مهما حصل، وبتحذرهم من انه يقف في طريقها او يمنعها، فبيسيبهم موته وبيمشي وهو متعصب. وبعدها بنشوف ساتيا وهي بتخطط لخطتها، وبالرغم من قلق بهاتيا الا انه بيكون جنبها وبيساعدها وبيجهز الناس اللي هيساعدوها. وبتتفاجئ ساتيا في يوم تنفيذ المهمه وهي راكبه الموتوسيكل ان موتو جنبها وقرر ان هو يتراجع ويساعدها، لكنها بتلاحظ ساعتها ان هو بيتصل بشرطه زميله عشان يبلغوا عن اللي هيحصل، فبتخبطوا وبيعملوا هما الاثنين حادثه، وبتقوم ساتيا من على الارض عشان تضرب موتو، وبيحصل بينهم هما الاثنين صراع عنيف. وبتحاول ساتيا انها تخنقه لكنه بيمنعها وبيزقها بعيد عنه، وفجاه في نفس اللحظه دي بيقعوا من مكان عالي جدا، ولكن اللي بيحمي ساتيا ساعتها هو غصن شجره، ولكن موتو بيقع على الارض وبيموت، وبتنهار وقتها ساتيا من اللي حصل. وبعدها بنشوف ساتيا قدرت ترجع لبهاتيا بالرغم من كل جروحها الشديده، واول ما بتقدر تتحرك بتقرر انها تكمل خطتها، وبيخرج معاها بهاتيا والرجاله اللي جهزهم. وفي الاثناء دي في السجن بيكون ده ميعاد اعدام انكر، وبيقعدوه على كرسي عشان يصعقوه بالكهرباء لحد الموت. وفجاه في نفس اللحظه دي الكهرباء بتنقطع عن السجن كله، وبنعرف ان ساتيا واللي معاها هجموا على مولدات الكهرباء اللي في السجن بشاحنات مليانه انابيب، وبمجرد ما الشرطيين ضربوا نار الانابيب انفجرت ودمرت المولدات، وبيحصل وقتها في السجن فوضى كبيره. وبنعرف ان الشرطيين فقدوا السيطره على المساجين وكلهم يعتبروا هربوا من السجن. وفي الاثناء دي بتكون ساتيا واقفه على عربيه مقلوبه وبتهدف ضد الشرطه والسجن قدام المساجين، وكل ساعتها بيهتف معاها وبيحصل صراع ما بين الشرطه والمساجين. وبتحاول وقتها ساتيا انها تهرب وتسلل للسجن عشان توصل لاخوها وتهربه، ولما بتدخل جوه السجن بتشوف الفوضى في كل مكان، فبتضرب طفايات الحريق بالرصاص عشان تحجب الرؤيه عن الكل. وفي نفس الوقت ده جوه غرفه الاعدام بيكون الضابط المسؤول عن السجن بيضرب انكر وزمايله عشان مش عاوز منهم حد يهرب، وبيفضل يطاردهم حتى لما بيوصلوا للسطح، وبيقدر يمسكهم هما الثلاثه وبيخنقهم مع بعض في نفس الوقت. لكن بتوصل ساتيا وبتضرب الضابط وبتقدر انها تحرر اخوها منه وتنقذه، ولكن افراد الشرطه بيلاحقوهم. وفي نفس الوقت ده بيدخل السجن بهاتيا بميكروباص مصفح ضد طلقات الرصاص، وبيركب فيه ساتيا وانكر وزمايله، وبيحاولوا ان هم يهربوا من عربيات الشرطه اللي بتلاحقهم. ولكن ساتيا بتلاحظ ان بهاتيا اتصاب برصاصه في بطنه وحالته سيئه، فبينهار توني عشان ابوه، وبيضطروا كلهم ان هم يسيبوه في العربيه وينزلوا منها وبيجروا لانه خلاص هيموت. وبعدها وقبل ما بهاتيا يموت بيقرر ان هو يدهس الشرطيين بالعربيه عشان ما يديهمش فرصه ان هم يلحقوهم. وبتكون ساتيا مجهزه مركب صغيره عشان تهرب من خلال البحر، وبتخرج من البلد وبتلبس هي واللي معاها لبس ممرضين عشان ما حدش يشك فيهم. ولكن فجاه بتكتشف ان الشرطه وراهم ومسؤول السجن، وبيضربوا نار على المحرك عشان يعطلوا، فبتقف ساتيا بكل شجاعه وبتخبى اخوها وراها عشان تحميه وتفاديه بروحها. وفي نفس اللحظه دي بتكون المراكب دخلت للمياه الماليزيه، وبتضرب الشرطه الماليزيه نار على مركب شرطه هانشداو عشان مسلحين في حدودهم، وبتعيط ساتيا هي وانكر من فرحتهم عشان اخيرا وبعد عذاب بقوا في امان. وبعدها بنشوف ساتيا وانكر بعد ما رجعوا لبلدهم وبيرجعوا لبيتهم القديم اللي سابوه بعد ما ابوهم انتحر وبيقرروا يعيشوا فيه. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده، وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك، هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.